الأميرة والوردة. في قديم الزمان، كانت هناك أميرة جميلة تحب الورود بشكل لا يصدق. كانت تمشي في حدائق القصر كل يوم للتمتع بجمالها وعبقها الذي يعطي الحديقة سحرا خاصا. في يوم من الأيام، لاحظت الأميرة وردة حمراء جميلة جدا تبرز بين باقة من الورود البيضاء. كانت الوردة الحمراء تبدو فريدة من نوعها، وكأنها تتألم وتبكي. لم تتمالك الأميرة نفسها وقطفت الوردة الحمراء لتعتني بها بعيدا عن الباقة. لكن حين وضعتها في ماء، بدأت الوردة الحمراء تتلاشى ببطء. بعد بضع دقائق فقط، تحولت إلى رماد. فوجدت الأميرة نفسها تحمل قلبا من رماد، وهناك لم تكن هناك مشكلة في الأمر.